يا مساء الفل والهنا والحلويات على احلى واجمل اخوات. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. حشتوني جدا جدا. الفيديو جاي لكم ان انا الصبح وانا بقول لكم مساء الخير، بس عادي يا جماعه، انتوا عارفين ان انا بعمل لكم مونتاج الصوت بالليل. الفيديو النهارده زي ما قريتوا في العنوان كان فلوج في معرض الكتاب. هحكي لكم بقى كل حاجه حصلت واليوم من اوله وكل حاجه مع بعضينا كده زي ما انتوا شايفين. اول حاجه كده كلنا كنت رايحه انا واتنين صحابي، راكبين طبعا العربية ورايحين، والسواق كان مشغل لنا اغاني يا جماعة. فكان مبسوطين يعني. وهنا صحابي كنا متصورين، بس طبعا انا مش هطلعهم، يعني بحب احترم الخصوصية بتاعتهم. هما مش حابين يطلعوا فعادي خلاص. احب نتصور عادي وبحط اي حاجة على وشهم وعادي مفيش مشكلة. تمام. ف ده كده كنا خلاص، قربنا نوصل. كنا في الطريق، زي ما انتوا شايفين كده. الطريق كان يعني كنت اول مرة اروح اصلا معرض الكتاب. ما كنتش اعرف بيتراح ازاي ولا بيتركب له منين ولا لا 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 لا, لا ما كنتش عارف اي حاجة. ولما جم رايحين كده قلت لهم ايه، خدوني معاكم لان انا عمري ما روحت معرض الكتاب. فروحنا كده مع بعض وما كنتش عارفة بصراحة هجيب ايه، حتى ما كنتش مخططة لحاجة معينة. كان في بس كام كتاب كده في دماغي، ده اللي انا كنت عارفاهم. كانوا عاجبني وكان حاصل عليهم ضجة جامدة قوي يعني، فدول اللي انا كنت رايحة وهشوفهم. تمام. هنا السواق كان راكب معانا، بس طبعا مش هينفع احط لكم الموسيقى والاغاني وكده عشان انتوا عارفين ممكن يجي لي عليها كوبي رايت. فالحاجات دي طبعا مش هتتحط. ده السايق يا جماعه بيمسي عليكم عادي، ساعة الناموس. بس. وبعدين بقى دلوقتي كنا يعتبر وصلنا اصلا، كنا خلاص في الحتة دي. كان فاضل لنا حوالي 5 دقايق وننزل من العربية. اللي لسه وصل معايا الفيديو لحد دلوقتي ومحطش لايك، ياريت ينزل يحط لايك عشان الفيديو يترفع. هنا بقى كنا وصلنا معرض الكتاب. احنا كنا رايحين، كان معانا دعاوي، ما كانش معانا، كناش هنقطع تذاكر، كان معانا دعاوي. هنا بقى كنا دخلنا المعرض، فضلنا كده نتفرج على الكتب. بصوا دي الدعوة اللي انا كنت بوريها لكم. كنت بتفرج على الكتب دي، كتب اطفال اصلا وحاجات كده اطفال، فكنا بنتفرج كده لان كنا عايزين نجيب حاجة صغيرة لطفلة صغيرة يعني. بعدين لفينا على الكتب كلها ولقينا النوتس دي حلوة جدا، ومش غالية خالص، كانت ب40 جنيه. فحلوة ومش غالية. وبعدين لقيت القصص دي، بقول لهم، كنت بقول لاصحابي القصة دي كان فيها طفولتي وانا صغيرة. بس وفضلت بقى اقلب كده واتفرج على الكتب. يعني بصراحة انا ما كانش في كتب شداني الا كتب اللي هي يعني الكتب بتاعة الصحابة والانبياء والحاجات دي، كانت حلوة قوي بجد. هنا بقى ايه، ده القسم ده كان فيه زي روايات كده بقى وكتب، يعني ليها اسمها وكده. فكنت بتفرج عليهم. بس بصراحة يعني انا مش من هواة الكتب قوي، يعني بحب اقرأ روايات، بحب اقرأ حاجات كتير، بس مش من هواة الكتب قوي. فكنت بتفرج بس ما كنتش في حاجة عجباني، ولما حاجة عجبتني لقيت سعرها غالي قوي قوي. يعني كان ب175 و190 و200 يعني. والحاجات اللي هي اقل من 50 دي مفيش الكلام ده يعني. فيش يا جدعان، ده القلم هناك والله العظيم القلم الجاف ب40 جنيه. المهم يعني هنا كان بندور كمان على كتاب للرجيم، بس مش ليا يعني، لحد معانا. قعدنا ندور كده ونسأل ونتفرج. بصوا انا مش عارفه قلبت على صاحبتي ليه بتحط ايديها وبتزقها. بس وبعدين بقى فضلنا نتمشى كده، ندخل من ممر ونخرج من ممر التاني. بس بصراحة عشان ابقى متفقة معاكم، انا ما استمتعتش. يعني اولا الاسعار كان مبالغ فيها جدا جدا جدا، عالية قوي. برضو انا مش من هواة الكتب قوي، فما يعني انا كنت رايحة عايزة اقرأ روايات، اشتري روايات. فاقل رواية عجبتني ولقيتها ب175، فاللي هو لا، ما اجيبهاش بالسعر ده، فاهمني. بس وبعدين بعدين بقى ايه، فضلنا نلف كده. وبصوا بقى اي كتاب اقل من 50 دي كنا بندور. وبعدين لما رحنا قالك لا، ده انتوا لو خدتوا 4 كتب ماشي نبقى نعملك ديسكاونت، لكن الكتاب الواحد
لا مش فاكره بس هي كانت حلوه. لا ملناش دعوه بيها دي. خلينا ممكن تتقلب العورة اساسا. لوحده ب170. بصوا بقى هنا كتاب البسي وهي الساعة بتاعت سام القاضي ده كان عاجبني جدا جدا جدا. ولما سألت عليه لقيته ب155. تمام، في حين ان اصلا دكتور ابتسام كانت قايله ان هو نازل بسعر اقل من كده بكتير، ف155 كان كتير يعني. بصوا هنا كنت بقولكم مستمتعتش، بس والشمس اصلا كانت حامية جدا جدا جدا، فهنا كنا خلاص مروحين وماشيين خلاص باي باي وبس. وبعدين خرجنا بقى. ده كان الكتاب الوحيد اللي جبناه، كانت صاحبتي جابته، بس يعني معنى ان صاحبتي جابته يبقى كلنا جبناه، معروفة يعني الكتاب اللي صاحبتي تجيبه كلنا جبناه. ده كان ارخص حاجة، ده كان ب75، كان اسمه انا الممكن. احنا شدنا العنوان ولما قريناه كان بيحكي عن واحد، المؤلف يعني بيحكي قصته. ده فيديو مش بحب الفيديو. انا بحبه. بصراحة والله كانت تجربة، بس انا اصلا كان مودي مش ايوه كده. لو كان مودك حلو كنت هتبقي مبسوطه. مش عارفة. بكم الكتب والاسعار اللي احنا جبناها والله لانزل سوق الذكيه واجيب الكتب اللي انا عايزاها. ايوه بس بعد كده خلاص خلصنا، رحنا جبنا اكل وكلنا وبس. ده كده كان الفلوج بتاعنا النهارده، فاستنوني فلوجات تانية كتير. بس باي باي.